هي دي صينية العيد اللي ما يختلفش عليها اتنين، اللي لازم في الأعياد بتبقى على ترابيزة السفرة. بجد تحفة تحفة. دي بسببها يا بنات كنت هولع في المطبخ النهاردة. عجبكم كده؟ طب يلا بينا نشوف عملناها ازاي. هتعملي منها أحلى سندوتش زي ما انت شايفة كده، اللي جوزك بره بيروح يجيبه بالشيء الفلاني، ولا ولادك كمان بيشتروه من بره. على ايه ده؟ احنا هنعمل الوليمة دي كلها بحاجات بسيطة جدا. يلا بينا نعمل صينية العيد الجميلة المشكلة دي، صينية العظماء. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، اول حاجه هنا عندي ميه بتغلي على النار، نزلت فيها بورقتين كده من اللورا وحبه فلفل اسود صغيرين، وهنزل بالفشه بتاعتنا بالطريقه ديت. وطبعا هنا هتسلقيها كانك بتسلقي لحمه عادي جدا. تمام كده تمام كده، هنسيبها بقى تتسلق. تعالي بقى نحضر حبه الكفته الجمال اللي هيتحطوا في الصينيه التحفه دي. عايزه اقول لك بجد خطيره. عندي هنا في الكبه حطيت كده بصلايه حلوه متوسطه، معاها فص ثوم وحبه كده من الفلفل الالوان بالشكل ده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ بقى هنا نفرمهم فرم ناعم جدا. يبقى هنفرم هنا الفلفل الألوان مع البصلاية مع الثوم. تمام كده تمام. عايزين هنا بصوا البصل يكون ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. طيب عندي هنا بقى في البولة او في الطبق، عندي هنا ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، هنزل فيها بقى او عليها بالبصل والفلفل الناعم جدا والثوم. هنبدأ بقى هنا عندي معلقتين كبار من الدقيق، عندي معلقة صغيرة من بهارات اللحمة اللي هي السبع بهارات، عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الملح، ربع معلقة صغيرة من البابريكا. وقلبي بقى يا ست الكل ده كويس قوي. ممكن تستبدلي الدقيق بمعلقتين كبار من البقسماط. تمام، البقسماط اللي هو الناعم. تمام كده تمام كده. قلبي بقى يا ست الكل كل ده بايدك كويس جدا. احنا عايزين الكفته بتاعتنا تكون ناعمه قوي وجميله. بصراحه برضو انا حسيت هنا ان البصل مخليها خشنه شويه زي ما انتم شايفين، فقلت لا هديها بقى ايه ضربه تاني في الكبه وانعمها. تمام، فهديها برضو ضربه في الكبه علشان الكفته تكون كل ما تبقى ناعمه معانا كل ما تدينا كده نتيجه احسن واحسن. حلو كده حلو كده. تعالوا نشوف بقى بقت عامله ازاي. شايفين ما شاء الله عليها، هو ده القوام اللي احنا عايزينه للحمه الكفته. تمام كده خلاص خلصت معانا كده. تعالوا بقى هنا بقى نشوف هنكمل الوصفه بتاعتنا ازاي. بصوا هنا ما شاء الله الخليط بتاعنا ناعم جدا وجميل جدا ازاي. هو كده حلو قوي قوي. هبدأ بقى انزلها في البولة هنا واحطها في التلاجة تتشمع معانا بس، او في الفريزر كده 10 دقايق عشان اعرف كده اما تيجي تشكليها تتشكل معاكي بكل سهولة. ولو انت مستعجلة عليها زي كده ابدأي كده باللي ايدك بالزيت زي ما بنعمل كفتة الرز اللي هي بتاعت العيد، وابدأي صبعيها عادي. تمام. هتجيبي هنا بقى صينيه كده او اي طبق اللي هتشكلي عليه لازم يكون مدهون بالزيت علشان لما تيجي تطلعي الكفته دي وتسويها تطلع معاكي بكل سهوله. بصي بقى اهو هبدا بقى هنا تشكليها بقى لكرات صغيره جدا. يبقى حبايب قلبي ما تنسوش بقى بالله عليكم كلنا كده ننزل نصلي على النبي سيدنا الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وكل عام وحضراتكم بخير. بصوا هنا خلاص كده شكلت كرات اللحمه بالشكل ده، وهنا كانت الفشه بتاعتنا بقى اتسلقت. عايزه اقول لكم زي الملبن، كانها قطع لحمه يا جماعه عادي جدا يعني. تمام كده. هتبداي بقى تقطعيها بالشكل ده. طبعا هنا التقطيع اختياري حسب ما انت تكوني عاوزه. حلو كده حلو كده. بصي بالشكل ده هتقطعيها كلها. وتعالي بقى هنا بقى نشوف هنعمل ايه في الصينيه بتاعتنا اللي كانت هتولع فينا النهارده، ولكن الحمد لله بجد ستر ربنا. الحمد لله الحمد لله على كل حال. خدوا بالكم يا جماعه وانتوا واقفين على النار يا جماعه، ربنا يا رب يحفظنا واياكم اللهم امين. بصوا بقى هنا الصينيه بتاعتنا كده جبناها، حطيت فيها معلقه من السمنه وحوالي 3 4 معالق من الزيت. اول ما سخنوا معايا نزلت كده بحته من الدهن او حته من الليه، شوحتها كده، وهي دي اللي هتدي الصينيه بتاعتنا بصراحه طعم رهيب وريحه رهيبه. بصوا بقى هنا اللقطه بقى ايه اللي عايزه اقول لكم، ده انا كمان مسرعه الفيديو. انا بعد اللقطه دي معرفش انا كملت الفيديو ازاي يا جماعه. الحمد لله. خدوا بالكم بالله عليكم ربنا يحفظنا واياكم يا رب. طيب شوحت هنا الليه كويس قوي، نزلت عليهم هنا بشويه كده من الكبده. انا كان عندي بصراحه شويه كبد فراخ. يا رشا يمشي يا ماما الصينيه دي ارمي فيها اي حاجه عندك. والله انا ما كانش عندي كبده عاديه بصراحه، فانا عايزه ازود كمان قيمه اللي في الصينيه، وهي كده بتبقى مشكله يا جماعه. فكان عندي شويه كبده فراخ قطعتهم وحطي ارمي فيها. وبعد كده بعد ما اتشوحت الكبده كويس قوي ركنتها على جنب، ونزلت بالكفته بتاعتنا برضو اديتها كده زي ما انتم طبعا شايفين تقليبه حلوه قوي على النار لحد لما لونها معانا وابتدت تستوي. بدأت كمان انزل بالفشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين برضو كده على جنب، اديتها تقليبه. تعالوا بقى نبهر بقى برضو معلقه كده صغيره من بهارات اللحمه المشكله، وتظبطي بقى هنا الملح بتاعك
وقلبي بقى يا ست الكل. عايزه اقول لك بجد ريحتها كانت خطيره، حاجه كده يا جماعه بجد تحفه. هنبدا بقى هنا نقلبها بالشكل ده وندخل بقى كله في بعضه. بصوا بقى الكفته بقى، كرات الكفته مع الكبده مع الفشه، حاجه كده بجد خطيره. وزي ما قلت لك دي اسمها صينيه، يعتبر صينيه الحلويات، اللي هي الحاجات دي يا جماعه بتيجي من بره بالشوق الفلاني يعني. تمام. طيب هاتي بقى هنا على جنب كده، كله بنحط حاجه جديده على جنب لوحدها. تمام، كله في صينيه واحده. نزلت بفص من الثوم اتشوح كده تشويحه بسيطه، ونزلت عليه بالخضار بتاعنا بالشكل ده، بصلايه كده مع شويه فلفل الوان، وده اختياري ولكن برضو هنا بيديها قيمه غذائيه. وكمان يعني العين بتاكل قبل الفم يا جماعه او قبل البق، فبتدي منظر حلو للصينيه. قلبي بقى كده الخضار كويس قوي. بعد كده ما تشوحيه لمده حوالي على الاقل دقيقه كده على جنب علشان برضو يكون دخل في السوا. وابدأي بقى يا ست الكل قلبي كله في بعضه كده، ومعانا بقى احلى صينيه يعني حلويات زي ما بيقولوا كده، صينيه العظماء. بجد تحفه تحفه، مش اي حد يا جماعه بيحب الصينيه دي على فكره. في ناس بس تاكل الفته وحته اللحمه، ولكن بجد جربوها حلوه جدا. ده لسه في حاجات تاني ممكن تتحط فيها، اللي عندك ارميه فيها يا جماعه. كبده بلدي، كبده عاديه، حته كبده فراخ زي ما انا عملت، او قلوب او قطع من اللحمه. يعني بصي اي حاجه حطيه فيها. هي الصينيه دي اسمها صينيه العظماء، بجد تحفه. يا سلام بقى على السندوتشات دي. شوف انت من بره بتشتري السندوتش بكام، جوزك بيقف كده في المحل يجيب السندوتش من ده بكام يا جماعه. والله احلى سندوتش سمين هتاكليه، حاجه كده بجد خطيره. ولا الفشه بتاعتنا او السمين بتاعنا بجد رهيب، تحفة. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا جدا. وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسيش بقى بالله عليكي، استحلفتك بالله تعملي لايك وشير للفيديو، لاني تعبت بجد في الفيديو ده وكنت هولع. اسيبكم في امان الله ومع السلامة.